السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أخباركم إيه؟ أجدد الأخبار على حوار محور فيلادلفيا. والموضوع التاني بالنسبة للسفير الإسرائيلي اللي لسه ما تعينش في مصر لحد دلوقتي، وإيه سبب تأخيره؟ وإيه سبب تأخير المفاوضات بالنسبة لمحور فيلادلفيا؟ كمل معايا عشان تعرف بقية الحقيقة. بس متنساش تعمل اشتراك، فعل زر الجرس، واعمل لايك وصلنا في الكومنتات، ويلا بينا نكمل. تخيم المفاوضات ما بين إسرائيل وحماس بسبب تهدئة الوضع في غزة على علاقات تل أبيب ومصر، وفقا لتقارير إعلامية إن بسبب ذلك لم يتم تعيين سفير إسرائيلي في مصر حتى الآن، وأصبح محور فيلادلفيا معضلة كبيرة ما بين تل أبيب والقاهرة، حسب ما ذكرت قناة i24 نيوز من أيام مش كتيرة أوي، إن سبب تأخير السفير الإسرائيلي في تعيينه لمصر ده جانب بيعتمد تأخيره من الحكومة المصرية. وقال موقع كيكار الإسرائيلي إن السفيرة الإسرائيلية السابقة اللي كانت موجودة في مصر أنهت عملها من أسبوعين ورجعت تاني لإسرائيل، وأضافت إن السفير الجديد محصلش على موافقة من جانب الحكومة المصرية حتى الآن. أضافت قناة i2 نيوز إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مش مهتم خالص الأيام دي إنه يقابل كبار الدبلوماسيين الإسرائيليين اللي جايين يدوروا على المهام بتاعتهم هنا، وأتبعت في الكلام إن تعيين الرئيس السفارة هنا في مصر متجمد حتى إشعار آخر. أما بخصوص محور فيلادلفيا فطلع نتنياهو واتكلم وقال إن تمويل حماس بيجي عن طريق محور فيلادلفيا، وهو ده السبب اللي مخليه متواجد في المكان ده ومش عايز يسيبه لحد ما الحرب تخلص. وبيحاولوا يضغطوا على قد ما يقدروا على الولايات المتحدة الأمريكية عشان يعملوا اتفاقيات مع مصر. وطبعا رئيس الوزراء الخارجية بتاع مصر رفض تماما الكلام اللي قاله نتنياهو، ووصفوا ان هو الكلام ده ملوش اي علاقة بالحقيقة، وان ما تمش تمويل حماس من خلال محور فيلادلفيا. وفي الأول وفي الآخر مصر دولة سلام، ودايما هي اللي بتبعت قوات حفظ سلام لأي نزاعات في المناطق المجاورة مننا، ودايما هي اللي بتبعت حرس سفارات لأي دولة في العالم، واحنا دولة سلام من قديم الأزل لحد النهاردة. ومحور فيلادلفيا شكل زعزعة وعدم انتظام في العلاقات ما بيننا وما بين إسرائيل لحد ما نشوف حل للموضوع ده. واللي وصل معايا لحد الدقيقة دي من الفيديو ما ينساش يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد، ويصلي على النبي في الكومنتات عشان يستفاد، ويعمل لايك على الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.